إذا كنت تعتقد إن الجزائر غير متطورة وغير حضارية، فحابب أقول لك إنه هذا المدخل هو مدخل الخاص بالمترو، مترو الجزائر في العاصمة، وهو تحت الأرض 50 متر. خلونا نجرب المترو، تعالوا معايا. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، هذه المحطة محطة حديقة التجارب. الآن راح نتوجه لشباك التذاكر، ناخذ تذكرة ونركب المترو. واخذنا التذكرة هنا ب50 دينار، أو زي ما يقولوا الجزائريين ب5000. أنا أعتقد إنه هذه التذكرة تعتبر أرخص تذكرة مترو في العالم. شوفوا هذا هو مسار المترو، أنا موجود في حديقة التجارب وراح أتوجه إلى ساحة الشهداء هنا في هذا المكان. وخلينا ننتظر المترو، والمترو ما يتأخر كثير، تقريبا من 4 دقائق إلى 6 دقائق. وهذا المترو وصل ما شاء الله تبارك الله، ما تأخر، يمكن 3 دقائق انتظرت فقط. ما شاء الله تبارك الله. طبعا عندهم في المترو هنا إذا جيت عند البوابة لازم تضغط الزر هذا علشان يفتح لك الباب. سبحان الله، بالرغم اني انا الان في فترة الذروة الا انا ماني شايف انه المترو زحمة، يعني لانه اغلب الدول انا اروحها يكون المترو في هذه الفترة، فترة الذروة، فترة الظهيرة، يكون فترة زحمة جدا. وها انا الان وصلت المحطة اللي كنت ابغاها، الحمد لله. تجربة المترو في الجزائر بصراحة جميلة جدا، رخيصة، نظيفة، ما فيها زحمة، بصراحة خدمة جميلة جدا.